بقول لك ايه يا ماما، ما تخلي سلفتي تغسل لي رجليا، اصل الدكتور قال لي ما ينفعش اميل. وماله يا حبيبه قلبي، تغسل لك رجليك وتدعكها لك وتعمل لك اللي انت عايزاه. قومي يا بنت. ايه يا حماتي ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ مش عاجبك؟ يلا ادعكي رجليها كويس. انت فاهمه؟ بقولك ايه يا بنت، انت تحمدي ربنا ان انا مقعداكي بتاكلي وتشربي. ده انت ارض بور ما بتخلفيش. ما تحرجهاش يا حماتي، ده كله بتاع ربنا. ما هو اللي ما يخلفش يخدم. وبعدين بقولك ايه، هي تعمل برضو بلقمتها ولا ايه يا بنت؟ ده انت تحمدي ربنا ان انا مقعداكي، ما انت مالكيش لازمه، انت ارض بور مالكيش عزة في الحياه. انا مش عارفه والله يا ماما جوزها مستحملها ازاي. ايه، ما بتسمعش اللي بيقولوا بابا وماما؟ على فكرة يا حماتي، الخلفة دي بتاعت ربنا، وبعدين انا وجوزي رحنا للدكتور وانا مفيش مني عيب ولا هو كمان، بس كل المشكلة بس ان احنا مش متوافقين مع بعض، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا والامور تتصلح. هتفضل تتكلم كتير يا حماتي. على فكره انت ممكن تتكلمي وانت بتغسلي عادي، بحيث ان احنا برضه نتسلى وبرضه ما نضيعش وقت. بس خدي بالك رجلي دي بس وجعاني شويه، اغسليها كويس. معلش يا حبيبتي من الحمل. يلا خلصي ادعكي رجليها كويس، اعملي لك شغلانه. ما تحاسبي يا بنت. الله عليكي. شفتي يا ماما بنت الحقد والغيره؟ معلش بالراحه عليها، ما تدوسيش بايديك التقيله دي. اغسلي رجلي يا غلاويه يا غلاويه، انت غلاويه ليه يا بنت كده؟ اعوذ بالله منك، انت بتعيطي؟ قطعتي قلبي يا بنت. انت فاكراني هصدق دموع التماسيح دي؟ ايه؟ انت مش عارفه اقول لك ايه، انت مالكيش عزة في الحياه، ما بتحسيش، عامله ان انت بتعيطي، قال يعني بتستضعفي. خلاص بقى يا ماما، اصل دايما الارض البور، هتحس ازاي يعني؟ لا ما بتحسش، لو كانت بتحس كانت جابت لنا حته عيل. بقول لك ايه يا مريم، انا عايزه النهارده يا ماما فسيخ، اصل نفسي رايحه عليه. اوعي كده ما تخطيش على رجلي. شفتي يا ماما؟ شفتي يا ماما كانت هتعورني ازاي؟ ما تزعليش يا حبيبه قلبي. غوري يا يا ماما. يلا الواد لا اسم الله عليك يا ماما، اصل غلط عليا العصبيه. ما تتعصبيش يا حبيبتي. الواد هيطلع عصبي يا ماما. لا يا حبيبتي اسم الله معاش ولا كان اللي يعصبك وينرفزك. بقول لك يا ماما، خلتهم منين عشان البنت بتعصبني. قومي يا بنت. بقول لك ايه، بعتي هاتي فسيخ ورنجه، احلى فسيخ ورنجه والبصل يا ماما وبصل والحاجات التحابيش، واوعي تلقمي لقمه منه هتتقطنا. هيجي ليه يا بنتي كده؟ حرام عليكي، دي حامل صحتها، انت عايزه تنزلي العيل اللي في بطنها. شوف يا علي شوف، عايزه تنزل العيل اللي في بطنها وبتقول لها ادعكي لي رجليا. ايه ده هو فين؟ شفتي يا علي؟ شفتي مرات اخوك مخليني مرمطور هنا في البيت ازاي؟ عشان انا بخلف وهي ما بتخلفش. انت اللي خليتي تغسلي لها اساسا. قويه ومستقويه وانت ياما ازاي واقفه وشايفه؟ فرقه. انت ازاي تقبل على نفسك ان انت تقعد تحت رجليها؟ انت جيت في الوقت المناسب يا ابني، انقذتها. تعالي يا حبيبتي، العيل كان هينزل منها. حرام عليكي يا اختي بري منك بري. والله العظيم كذابه، ما عملت حاجه. يعني انا شايف بعيني قلت لي ما شفتش حاجه؟ والله العظيم انا كنت قاعده بغسل لها رجليها. مش شفتك بتفتح الباب بتروح زي وقعدتني مكانها 6 شهور كده. تتبلع عليها ازاي؟ نعم انت انا جيت اروح شفت فيك بوجهك. في داهيه. اسمع يا بنت انت مرات اخويا. قسما بالله انت لو مراتي لذبحتك، سامعه؟ يعني ياما انت شاهده عشان اخويا لما يجي يتكلم في حق ولا حاجه، انت شاهده وشايفه كل حاجه. انت جيت شفت بعينك، محدش يتبلى عليها. عليكي لما تسمعي لها انها تخليها تعارك تحت رجليها كده تبقى تستاهل. والله غوري
بس خلاص يا حبيبتي، الواد طيب عشان الواد، يا عشان حبيبي. الواد اللي في بطنك يا بابا. بسم الله عليك. يما انت المسؤوله، انت ازاي تبقي موجوده ويحصل كده يما؟ دي مخلياني علي اعمل كل حاجه في البيت. ليه؟ ده ما حدش، انا لسه اول عيل. تقعد وتحط رجل على رجل كده. ده انا هطين عيش، ده انا هخلي اخويا يطلقها، ولو ما طلقهاش هخرب الدنيا. ماشي. يا بنت مش هتتجوز على مراتك يا عبدو؟ نعم. يتجوز على على الاقل مراته ايه؟ حتى يكون عندك حته عيل. ايه يتجوز على مراته دي؟ ما انا مراته، هو انت ما بتشوفيش؟ استنى انت يا شمس. انت مراته يا حبيبتي. هو مبدئيا انت اصلا ازاي تخش علينا كده من غير ما تخبط؟ سوري. هو ايه اللي سوري؟ كنت فاكره شمس اللي قاعده لوحدها. لا بعد كده تبقى تخبطي وتشوفي مين اللي في الاوضه، تستأذني قبل ما تخشي. وبعدين مراتي اتجوز عليها ما اتجوزش عليها، انت مالكيش دعوه مرات اخويا، انت ليكي في نفسك وبس. ايه يا عبدو، مش عايز كده يجيلك كده ابن ويقول لك يا بابا ويقول لي انا يا مرات عمه؟ لما ربنا يأذن ان شاء الله هيجي لي الابن اللي هيقول لي يا بابا ويقول لك يا مرات عمه. ها طب تمام يا عبدو، براحتك، انا بس عامله عليك انت يعني. على فكره عيب قوي، عيب اللي انت بتعمليه ده، وعيب تخش عليا انا وجوزي واحنا قاعدين لوحدنا في الاوضه. عيب ايه بس وبتاع ايه؟ انت لو واحده عندك دم فعلا وبتحسي هتقولي لجوزك الجميل ده اتجوز عليا يا وانت بابا. مالك يا حبيبتي؟ يعني هي تعباكي في حاجه؟ يعني ممكن تكون وجعاكي انت يا حبيبتي دول عيله كبيره، يعني بيحبوا الصبيان، يعني ابني كده لما يشرف هيقول لك يا مرات عمه. طب بص يا كريمه، انا مراتي حلوه وعجباني وماليه عينيا، يعني مستحيل ان انا ابص لواحده غيرها. بتخلف بقى ما بتخلفش ده حاجه بتاعت ربنا، انما اللي بتاعي انا ان انا بحبها وعايزها على كده. الدور بقى والباقي فانت خليكي في نفسك، خليكي في حياتك، علشان بعد كده انا مش هتكلم معاك. انا عارفه الكلام ده يا عبدو مش من قلبك، اصل برضه واحد زيك اكيد يعني نفسه يخلف عيل ويقول له يا بابا، زي ما بيشوف كده اصحابه وبيشوف عيالهم كده ويودوهم الحضانه. انا عذرك والله يا اخويا. وبعدين يا حبيبتي انت بتتكلمي مع جوزي كده ليه؟ ما تنشفي يا اختي شويه. تعالى هنا كده، ارجع كده، ما تقفش جنبها. في ايه يا حبيبتي مالك؟ ما هو ليك حق يا حبيبتي تزعلي، معلش يا حبيبتي، ان شاء الله باذن الله ربنا باذن الله يكرمك وهتجيبي حته عيل زي كده. يا رب. طب اطلعي بره بعد اذنك. في مالك يا حبيبتي؟ ده انا عامله والله على جوزك. انت مالك ومال؟ انت حاشره نفسك ليه؟ ما تريحي شويه. والله يا شمس حبيبتي انت ما تفهمي اي حاجه، انت اخرك كوز الذره. بس يلا سيبكوا بقى براحتكم. عيلة رمة وقليلة أدب وقليلة حياة وما تربتش. متشغلش بالك يا بص يا حبيبتي. عبدو، انا استحملت وهي واقفه، بس انت لو عاوز تتجوز اتجوز عادي. انت عبيطة انت كمان، اتجوز ايه؟ انت عارف ان انا بحبك ومستحيل ابص لواحدة غيرك. سيبك بقى من الكلام الهبل ده، الكلمتين اللي قالتهم اللي ملهمش اي لازمة. فوق لنفسي، انا حبك على كده وعايزك على كده. بقول لك ايه يا مرات ابني، انت هتفضلي ارض بور ما تخلفيش. ان كنت هتفضلي كده بقى يا مرات ابني ارض بور، لا انا اقول لابني يجيب لنا زرعه جديده ويتجوز واحده غيرك عشان انا عايز افرح بحفيدي. لا لا لا، بقول لك ايه، سيبها تخدمني. خدامه تعمل بلقمتها. على فكره يا حمايه، الخلفه دي بتاعت ربنا، وبعدين يعني احنا لسه متجوزين بقالنا سنتين بس. سنتين يا حبيبتي؟ سنتين قوي يا حبيبتي، كتير قوي. زي ما انت شايفه اهو، لما انا اتجوزت حملت على طول، لكن هنعمل ايه بقى، قدر ربنا ولا ايه يا حمايه؟ بالظبط يا مرات ابني يا عسل انت. خلاص بقى يا حمايه، وخلاص بقى يا حماتي، ما تكسفوهاش، هي عارفه كويس انها ارض بور. ما تتكلميش انت كتير احسن كده غلط على البيبي. حبيبي يا حمايه والله. عندي فكره، هو ابنك يتجوز وهي تبقى خدامه لمراته. ما هو ده اللي انا ولينا. قلت، ما هو ده اللي انا قلت لعبد والله يا حماتي. بس تصدقي قالوا اطلعوا فكره، منها. فكره حلوه، ايه رايك؟ والله بقى مالكوش دعوه، ده حاجه تخص. وبعدين يا حبيبتي جوزي بيحبني،
لما يبقى يشوفني مقصره معاه يبقى يبكي. يا حبيبتي ده هو كده بيداديكي وبعد شويه وهيرميكي، سيبي كده. ماشي خليكي في نفسك بقى وفي عيلك. لا يا بنتي يا هبلة، ده بيشفق عليكي. اصل انا عارفة عبده قلبه حنين قوي، ابني ومربياه حنين. لا ده انت هتتفرجي كمان لما يجي البيبي الجديد ويقول له يا عمو، هيبقى يعمل كده وياكل في نفسه، هيرميكي بره على طول. لا انا مش هخليه يرميكي بره، هخليكي قاعدة تخدمينا طول عمرك حنينه يا حاج. شفت قلبي طيب ازاي؟ انت قمتي ليه؟ طب يا اعملي لنا حماتي. قهوة وشاي كده يعني طعم. الواد خلاص. ايه يا اصل حبيبتي؟ انا خلاص على وشك الولاد. ده انا هتبع عجل عجل كامل يا ام المولود الجديد. ربنا يخليك يا حماية، وربنا يا رب ما يحرمني منك ابدا يا رب. يا رب.